بعد مباراته ضد خيرات الكازاخستاني، امبابي محطم الارقام القياسيه، بيكتب فصل جديد في تاريخ ريال مدريد. بس قبل اي حاجه، لو انت مهتم باخبار نادي ريال مدريد، اعمل اشتراك دلوقتي في القناه عشان يوصل ليك كل جديد. من اول ما لبس قميص الملكي الناس قالت مستواه عادي، لكن الحقيقه امبابي كان بيجهز للعاصفه، والنهارده بقى المهاجم رقم 1 في ريال مدريد. الكل بيسقف له والخصوم خايفه تقابله. وامبارح في دوري الابطال ضد خيرات الكازاخستاني، امبابي عمل هاتريك عالمي. الاول كان من ركله جزاء في الدقيقه 25، وبعد 7 دقائق من بدايه الشوط الثاني رجع وحط الهدف الثاني، وفي الدقيقه 73 ختم بالهدف الثالث في المباراه اللي انتهت لصالح ريال مدريد 5-0. وبالانجاز ده امبابي كتب اسمه من ذهب، وصل للهاتريك الثالث ليه بره ارضه في دوري الابطال، وبقى متساوي مع انزاجي اللي معاه 3 هاتريك، وتخطى اساطير زي ميسي وكريستيانو رونالدو اللي سجلوا 2 هاتريك بره ارضهم، ومعاهم اسماء عالميه تانية كبيره من ادريانو وتشيفتشينكو وجيرو ومايكل اوين، واللي هم كمان اكتفوا ب2 هاتريك. ومش بس كده، امبابي وصل للهدف رقم 60 في دوري الابطال، وتساوى مع فان نيستلروي في المركز السادس، وبقى قريب جدا يكسر ارقام تانية. اما عن ادائه في شهر سبتمبر، فهو سجل في جميع المباريات، لعب 6 ماتشات ودخل 10 اهداف. امبابي مش بس نجم، امبابي دلوقتي اسطوره بتتصنع قدام عينينا في فريق عالمي كبير كان وما زال مصدر الاساطير. هنا وصلنا للنهايه. لو انت مهتم باخبار نادي ريال مدريد، اعمل اشتراك دلوقتي في القناه عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.